ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد هوريكم طريقه عمل كفته داوود باشا بطريقه سهله وبسيطه وطريقه مصريه. اول حاجه انا معايا كيلو لحمه مفرومه. كمان معايا ربطه بقدونس الاوراق بتاعتها. معايا اهم حاجه بقى في الوصفه التوابل بتاعتها اللي هي جنزبيل، قرفه، توم باودر، فلفل، بابريكا، ملح. دي التوابل بتاعه كفتة داوود باشا، الاساسي فيها القرفة والجنزبيل. وكمان معايا هنا في الخلاط بصلايه كبيرة انا ضربتها كده ناعم، وهضربها تاني مع اللحمة عشان اللحمة المفروض بتبقى ناعمة شوية عن اللحمة المفرومة العادية. دلوقتي انا معايا كيلو لحمة انا جايباها من عند الجزار مفرومة بالشكل دوت. هضربها تاني مع البصل كده لحد ما تنعم. دلوقتي خلاص انا ضربتها بالشكل دوت. انا هضيف لها اوراق البقدونس بس مش هضيف ربطه البقدونس كلها، انا هضيف نصها بس والنص التاني هخليه هحطه في المرحله التانية مع للتزيين. دلوقتي كده خلاص اللحمه هي اتضربت بالبقدونس والبصل. انا قسمتها جزئين على مرتين، يعني عملتهم على مرتين في الخلاط. دلوقتي انا هضيف لها، لو انت ما عندكيش الخلاط او الكبه اللي انت ممكن تعملي فيها، ممكن تعجنيها بالشكل دوت كده اهي في بعض قوي لحد ما تسمغيها كله يندمج كله مع بعضه. دلوقتي انا هضيف التوابل بتاعتي اهي كلها مع بعض مره واحده، وهبدا ادعك اللحمه كويس جدا لحد ما كل التوابل ديت ما تكونش باينه جوه اللحمه، تندمج كلها مع بعض ونسمغ اللحمه كمان. دلوقتي اللحمه خلاص اهيت بقت بالشكل دوت كده. اللحمه كده خلاص بقت جاهزه. انا هعملها دلوقتي كور واحطها في صينيه. انا جبت صينيه هنا وحطيت فيها معلقه زيت كبيره اللي هي المفروض. دلوقتي اللحمه معايا خلاص اهيت بقت جاهزه بالشكل ده. جبت صينيه هنا حطيت فيها معلقه زيت وهبدا اكور اللحمه واحطها فيها وهحطها في الفرن. هي المفروض تستوي من فوق في كميه زيت كبيره في الطاسه، بس انا ما بحبش اعملها كده عشان ما تبقاش فيها نسبه دهون عاليه، فبعملها بالطريقه ديت في الفرن. كفته اهيت عملتها كلها كور كبيره شويه، وهي بعد ما هتستوي هتصغر، فانت لما تيجي تعمليها ابقي خليها كبيره كده عشان لما تستوي هتصغر شويه عن حجمها هيقل اهي بالشكل ده. هدخلها الفرن اهي. دلوقتي انا خلاص حطيتها في الفرن على نار عاليه، وكنت الفرن مسخناه قبليها. وبعد ما تستوي او تنزل ميتها شويه هرفعها فوق على الشبكه عشان تحمر. بصل وثوم وطماطم دولت اللي هعمل بيهم الصلصه اللي هحط فيها الكفته بعد ما تستوي. بصلايه كبيره، معلقه ثوم مهروس كبيره، كيلو طماطم. البصله خلاص اتحمرت اهي بالشكل ده. هضيف لها دلوقتي كمان الثوم عشان يتحمر معاها، ولازم البصل والثوم يبقى متحمر كويس بس ما يتحرقش يعني معاكي. هضيف مكعب مرقه معاها وملح وفلفل، نص معلقه فلفل، ملح حسب المذاق. هضيف لها دلوقتي الطماطم وبعد كده هغطيها لحد ما تتسبك. الكفته اهي خلاص دخلت في السوا اهي. اول ما تبقى كده بروح اقلبها الناحيه التانية كده، اقلبها كلها عشان يبدا الناحيه التانية تستوي او تحمر معايا. بقلب كل الكور بتاعتها على الوش التاني، وبعدين بحطها في الفرن من فوق على الشبكه لحد ما يحمر الوش من الناحيه التانية. كده الكفته خلاص خلصت، انا طلعتها من الفرن. ولو حابه انت تاكليها كده بالشكل دوت من غير ما تضيفيها لها صلصه ممكن تاكليها كده، بيبقى طعمها حلو، طعم التوابل والخضره باين فيها. ودي تبقى طريقه مختلفه عن الكفته العاديه. الصلصه خلاص خلصت معايا اهي، وبقى قوامها سميك اهو كده. وانا ظبطت الملح بتاعها اهي، وهبدا اضيف لها
الكفته اهي، الكفته وده شكلها كده. بس مش هاخد الزيت اللي تحت دوت كده او السمنه اللي فيها ديت عشان ما تبقاش دسمه. وهغطيها واسيبها تغلي شويه وبعد كده هبقى اغرفها. دلوقتي خلاص المكرونه خلصت وانا صفيتها وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر وشويه زيت، وهقلبها كلها كده في بعض لحد ما كل الحاجات اللي تندمج مع بعضيها. في طريقه تانية كمان ممكن تعملي كده. ده الشكل النهائي لكفتة داوود باشا. واتمنى ان هي تعجبكم وبالهنا والشفا.